جاهزين حق العشاء الناطع واللذيذ. بسوي معاكم مرقة بالول، سمك بالول. مو متوفر عادي أي نوع سمك. المرقة تصلح على كل أنواع السمك. طريقة سهلة ولذيذة، وبنسوي معاها أو بنقدم معاها عيش بالزعفران. طبعا هذه المقادير راح استعرضها معاكم وقت الطبخ. أول شي بنسويه بنتبل السمك ونقليه. أول شي بنسويه بنتبل السمك. أوكي، عندي هني السمك مقطع وجاهز ونظيف، بس بتبله بملح وبهارات وبقليه مباشرة. يلا بسم الله. نحط نقطع السمك بهالطريقة. أنا أكثر شي أحبه بالسمك الذيل، دايما يكون كذي زبدة. ما راح أسوي كل الكمية لأنه وايد، بسوي جزء. أوكي، أول شي نملح السمك عدل مدل. راح أحط بهارات السمك المعتادة، كزبرة، كمون، فلفل أسود، أو أي بهار سمك مخلط عندكم، كركم. ما راح أحط كل الأنواع، يعني أنا مرات أحط لومي أسود على التتبيلة، اليوم ما راح أحط لأنه بحطه بالمرقة. بستخدم اليوم عندي بهار سمك مخلط وعندي كركم. أوكي، بس اللي ما عندهم بهار سمك حطوا كزبرة، كمون، فلفل أسود، كركم. تبل السمك بهالطريقة. أنا بهار السمك هذا اللي أستخدمه بهار هاون، حطيت لكم رقمها كم مرة. هذا بنات رقمها، تقدرون تطلبون منها بهاراتها تين للأمانة، عن تجربة مسويت لها أنا إعلان من قبل، أو تستخدمون أي خلطة بهارات أنتوا وتفضلونها. بس لأنه دائما تسألوني عن الرقم، كل ما أقول بهارات هاون تسألوني عن رقمها، هذا هو. أوكي، يلا نكمل نحط الكركم. أوكي، ضروري الكركم تتبيلة السمك، يطير الصفرة ويعطي السمك لون حلو. بس نفرك السمك الحين عدل بالبهارات وعلى طول نقليه. أوكي، نفس الجدر اللي بطبخ فيه مرقة السمك أقلي السمك، أحط كمية راهية من الزيت وأقلي السمك. نقدر نحطه بالمرقة بدون لا نقليه ممكن، بس بنات يعني الطعم راح يختلف تماما، راح يصير كأنه فايحة السمكة ما فيها طعم، فلازم تقلونه بالبداية. اختار عندي الدهن، بسم الله أنزل اقطع السمك. تقدرون تحطون طحين إذا خايفين السمك يتفتت معاكم أو يلزق، أنا ما أفضل. طبعا المطلوب بهالمرحلة إن السمك ياخذ لون فقط وياخذ طعم القلاي، مو مطلوب إنه يستوي، لأن إحنا بنريد نطبخ السمك مع المرقة. أوكي، فمو ما نحتاج إن نطبخه لين يستوي أو نقليه لين يستوي، بس ياخذ لون نقلبه ونطلعه من الدهن. الله على الريحة اللذيذة، الله. نشيل قطع السمك، بسم الله. هذه بس خلاص خذت لون، نطلعها من الدهن. وهذه بعد ما استوى، مجرد انه قليناه كذي صار كريسبي وخذ لون. شلت السمك بنفس الدهن بنات على طول، بنفس الجدر احط البصل. اذا حسيتوا ان الدهن وايد تقدرون تشيلون منه، انا عندي مناسب ما راح اشيل منه شيء يعني. على طول اقلي البصله بزيت السمك لان فيه الطعم كله. اوكي، عليها شنو على طول
راس ثوم مبشور او مدقوق مهروس. من تطلع عندي ريحة الثوم احط علبين فلفل حار، اوكي، فاتشتهم شوفوا بالسكين شوية عشان يعني يعطوني طعم، يعطوني حرورة كذي حق المرقة. وبحط اللومي لا تقطونه مباشرة، لازم تسوون فيه قط كذي بالسكين، دير بالكم لا تعورون، اوكي، علشان يدخل السائل داخل ويصير اللومية فيها يعني صوص مو ناشفة، اوكي. وللحين الثوم ما تغير لونه، انا ما ابي الثوم يتغير لونه ويحترق يخرب لي طعم المرق، ابي الثومه تظل كذي بيضة، اوكي، بس تنحمس تطلع ريحتها. الحين ابدي احط الخضره راح نقسمها الى قسمين او مو قسمين، 3/4 الكميه نحطها الحين ونحمسها، ونخلي ربع حق اخر شيء لما تستوي المرقه نضيفه. طبعا حطيت شدتين شبنت، واحط شدتين كزبره، شدتين الا بشيل شويه ربع حق اخر شيء، اوكي، وشدة بقدونس، يعني شدتين كزبرة، شدتين شبنت، شدة واحدة بقدونس. وأدري الحين بيكتبوا لي إحنا ما نحط بالمرقة بقدونس، كل واحد وطريقته، هذه طريقتنا ولذيذة جدا، وكل من جربها قال لي قوية، جربوها. ونتفة نعناع أخضر ما راح يبين طعمه، بس راح يخلي لكم المرقة خنينة وحلوة. أحمس الخضرة عدل، وبعدين أضيف معجون الطماط. طبعا قاعدة أشتغل على نار هادية، وتقدرون تستخدمون خضرة السمك الناشفة إذا تحبون. أنا أمانة إذا عندي فريش أبدا ما أستخدم الناشفة المجففة، بس مرات يكون ما عندي أضطر، الفريش طبعا وايد أحلى. وتقدرون تخلطون بين الفريش والمجففة، يعني المجففة مثلا الشبنت المجفف ريحته أقوى من الفريش، فممكن تحطون شوية. طبعا ضروري نحمس الخضرة عدل قبل لا نضيف الطماط ومعجون الطماط. خضرة السمك بالذات كل ما انحمست كل ما عطتنا طعم أحلى، بس مو تحرقونها، نحمسها فقط، لا تنشفونها، يعني عرفتوا؟ يا جمال الريحة يا جماعة الخير، تينن. بحط الحين معجون الطماط، أنا مستخدمة حق هالجدر كرتونين من المعجون أو قطيين معجون، أوكي. نحمس المعجون عدل قبل لا نضيف الطماط. وبضيف الحين البهارات، أنا ما ضفت بهارات، أوكي، إحنا متبلين السمك ببهار، بس بعد حق المرقة نحتاج بهارات. إنه نحتاج بهارات حق مرقة السمك، نفس بهارات السمك، كركم، لومي أسود بودر أو لومي أسود مطحون، أنا أحب أكثر لأنه يعطيني كذي حموضة حق المرق لذيذة. كزبرة، وأيضا أحب الكزبرة زايدة. كمون نحط شوية، وفلفل أسود. نحمس البهارات عدل، وبعدين نحط الطماط المضروب بالخلاط أو طماط مبشور أو طماط مفروم ناعم، يفضل تضربونه بالخلاط عشان لا يبين بالمرقة. شفتوا هذه الخضرة الحين اللي انحمست، هذه تعطينا طعم مختلف عن الخضرة اللي بنحطها آخر شيء، عرفتوا؟ عشان كذي أنا شلت شوية من الخضرة حق آخر شيء، آخر الطبخة أضيف المتبقي من الكزبرة والشبنت والبقدونس والنعناع. الحين أنزل الطماط المضروب بالخلاط، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزل السمك بهالمرقة، بس مو الحين، أول شيء أبي الطماط يطبخ شوية بعدين أرد أنزل السمك، أوكي. إذا حسيت المرقة ثقيلة راح أزيد ماي حار،
طبعا واضح جدا المرقة ثقيلة، فراح أزيد شوية ماي. أوكي، لأن احنا نبي المرقة تطبخ تسبك، نبي السمك يستوي، فما نبيها تكون ثقيلة من أول شيء، تثقل أثناء الطبخ. أوكي، خليها تطبخ شوية. بضيف الملح، ما ملح أنا. أوكي، بس تطبخ شوية أحط السمك بالمرقة. أنا للأمانة مرقة السمك، مرقة البواليل بالذات، أحبها مع عيش محمر، بس اليوم ما يبون محمر، يبون عيش عادي أو عيش زعفران أو عيش أبيض، فبسويه نفس ما يبون. ولا أنا أحبها مع العيش اللي فيه شكر، لأن المرقة تكون كذي حامضة مالحة مع عيش حالي، يعني ايش اقول لكم، الطعم خيال. طبعا انا مسويه المحمر من قبل وموجود باليوتيوب والانستغرام، اللي حابه تسوي المرقه مع محمر تلقين الطريقه. المرقه بدات تطبخ، الحين ننزل السمك. اوكي، نبيها كذي شويه تكون خفيفه عشان تثقل اثناء الطبخ. اول شيء قبل لا انزل السمك بحط راس ثوم كذي غسلته نظيف بدون لا اقشره، اقطع كذي بالمرقه وانزل قطع السمك. بسم الله الرحمن الرحيم. السمك اللي قليناه ننزله كله. طبعا مرقة السمك حالاتها يكون فيها كم راس سمك، بس اليوم ما حطيت، عاد والله عندي بس ما ادري. المرقة الراس السمكة هو اللي يعطي طعم السمك، هو اللي يعطي المرقة طعم. اوكي، بس نتركها الحين تطبخ على نار هادية وتمخمخ وتاخذ راحتها، ونسوي العيش مع بعض. هناك المرقة تطبخ وهني بسوي العيش. طبعا العيش كنت بسوي مشغول، بس لا ما راح اسوي مشغول، بسوي عيش بالزعفران عادي. اول شيء احط سمن، طبعا لانه بالزعفران ونبي طعم الزعفران يبين، فما راح احط بصلة، ما راح احط ولا شيء، بس بحمس اول شيء العيش بالسمن، وبعدين نحط عليه الماء الحار والزعفران وممكن رشة هيل. اوكي، احتر عندي السمن. الحين انزل العيش، عيش بسمتي مغسول ومنقوع. لكم انا لان ابي طعم الزعفران يبين، فما راح احط اي نوع من انواع التوابل، ولا دارسين ولا شيء، بس اللهم رشة هيل اخر شيء مو الحين. نقلب العيش بالسمن شوية، بعدين نصب عليه الماء الحار، وتقدرون تشخلونه اذا تحبون. نحط الملح، يلا نصب الماء الحار. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف اذا يحتاج اكثر نزيد، اي يحتاج شوية زيادة. خليه طبعا يطبخ على نار عالية اول شيء، بعدين نقصر على النار ونحط منقوع الزعفران ونغطي الجدر. شوفوا جمال العيش تبارك الرحمن. خليته على نار عالية ابي ينشف تماما، بعدين احط منقوع الزعفران واقصر على النار واغطي الجدر بعد ما ينشف. شاف ماي العيش، شوفوا تبارك الرحمن، نقلبه بحرص علشان لا نكسره، وتظل حبة العيش كذي محافظة على شكلها وطويلة. الحين بحط منقوع زعفران وصبغة زعفران منقوعين بماي حار. بس كذي كافي، وبحط رشة هيل. اوكي، هيل مطحون شوية، وبغطي جدري وبتركه على نار هادية 20 دقيقة، وهني ومليون عافية. بس بنقله الحين على عين أصغر وبغطيه وبتركه يستوي. ما شاء الله سمعوا
أذان الفير الأول يأذن. قلت لكم اليوم العشاء مع أذان الفير. لا بعد يمكن على طلعة الشمس مو على أذان الفير. يلا نشيك على المرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام على الريحة. حرك شوي شوي وبحرص كذي من تحت عشان لا نخرب شكل السمك، يظل محافظ على شكله. شوفوا شلون المرقة ثقلت صارت تينن. تقدرون تحطون قفشة شكر عشان تكسرون شوية من طعم الطماط ومعجون الطماط. أنا ما أفضل فما راح أضيف، كلش ما أحب أحط شكر بالمرقة. بحط الحين المتبقي من الشبنت. أوكي، هذا الحين قبل أطفي النار بدقيقتين أحطه. ليش؟ عشان لا يتغير طعمه، يظل طعمه كذي قوي فريش. والمتبقي من البقدونس، والمتبقي من الكزبرة، ونتفة النعناع. شفتوا هذا اللي ضفناه آخر شيء؟ ضفناه هذا بالقفلة آخر شيء، راح يعطينا طعم غير طعم الخضرة الفريش. إذا ما طبخت بعد يعني غير بس وخالصين. وهذه ألذ مرقة بواليل ممكن تجربونها بحياتكم. واثقة بنفسي ها؟ اي طبعا يحق لي. جربوا الطريقة وقولوا لي رايكم. نشيك بسم الله على العيش. يا سلام يا سلام، بس مستوي اعتقد. تشوفون جماله. طعمه من الزعفران والله كنا محمر يهبل. طعمه كذي غير والله كنا محمر لذيذ خنين. اول شيء نقلب العيش علشان يختلط عيش الزعفران مع العيش الابيض. شوفوا تبارك الرحمن جمال العيش وطول حبة العيش تبارك الرحمن. اوكي نقلبه وبعدين ننشب. يلا بسم الله ننشب. الحين دور المرقة. بسم الله. طلع السمك شوي شوي بحرص، لا تكسرونه لا تخربون شكله. شوفوا مع انه صار له كثر يطبخ، شوفوا شلون ما شاء الله تبارك الرحمن محافظ على شكله. الله أذن الفير. شوفوا المرقة شلون خاثرة يمنا، تشوفون متروسة خضرة وخاثرة عجيبة. حطوا الفلفلة كذي. الثومة وين هي؟ اي كاهي. الثومة بعد نسدحها كذي على جنب. وآخر شي نعطيها رشة خضرة كذي من فوق، يعني يصير شكلها أجمل. نكسر اللون وخلصنا. يلا الحين فقرة التذوق. أتمنى حبيتوا وصفة اليوم. هي وصفة معادة أنا سويتها معاكم من قبل، بس يعني مشتهين مرقة سمك قلت أصور لكم الطريقة، في الإعادة إفادة. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه مرقة البواليل اللذيذة جاهزة، وعيش الزعفران والخضرة والمعبوش والفلفل والشغل كامل. الساعة كم أختي؟ كم الساعة؟
صدق كم؟ 3:30. هذه فصلتنا اليوم، علينا بالعافية. يلا جربوا الطريقة وقولوا لي رايكم، ها؟ بانتظار تطبيقاتكم. لا انتب لي، أدري رحت نمت وما صورت فقرة التذوق، يطقون علينا الباب. السلام عليكم عمي، بنتك ما صورت الفقرة اليوم. عمي ايش فيها؟ أدري والله، فأصورها والله عشان خاطركم. يلا هاج نشبيلك. وين أول شيء حاط مجهزة الفلفل قبل الأكل. يلا أنا أبي ذيل. وين ذيل السمكة؟ هذا ذيل ولا لا؟ بلا. الحين نستمتع، بس أول شيء المعبوج هذا مو يشلوط، يحرق الجهاز الهضمي كله، حار بس ماكو، ما نقدر ناكل بدون فلفل. اوكي، وابي ليمونة بعد. بشري شلون لكن؟ حكيني بعد مساج. جهاز مغلق او خارج نطاق التغطية. ايش رايك؟ فن. حاضرين. والله تسلم ايدي بنات، والله العظيم يسوى ناكل هالحزة. يسوى ولا ما يسوى؟ والله يسوى. بس احنا ترى شنو مو ماكلين شيء اليوم، ترى ريوقنا اللي قبل شوي يوم المطعم ترى كان ريوق غدا، هذا عشاننا. اي ريوق ساعة كم؟ 11 كان؟ ما 10 ما ادري 11. المهم يعني طول اليوم انا قهوة. انا قهوة لا صايرة مدمنة، اي اوفر، لعبة باعداداتي والله، بس اشرب قهوة طول اليوم. هالحزة اللي اكل صدق يعني. تبارك الرحمن، السمكة ينن. يلا أخليكم تصبحون على خير ونلتقي باكر إن شاء الله. لحظة هذه اللقطة لازم ما تطوفكم قبل لا أروح بنات، هذه ضرورية إذا سويتها. ومرقة سمك، تاخذون الحكوكة كذي مقرمشة، أوكي؟ وش تسوون؟ تغمسونها بالمرقة وبالعافية. جربوها.